أول ما وعيت على حياتي وعيت على حالي أنا مين؟ أنا هيك. كيف هيك؟ نص وجه دايما من عمر 12 سنة لهلا. تعبت من هالشي. هل خصل الشعر اللي نزلتيهم على وجهك كيف توصفي لي اياهم؟ درع الأمان لإلي، اف. حاميني من حكي العالم. أني إذا بدك توصفي لي خلف الشعر، خلف درع الأمان يلي بتتسلحي فيه مشان تواجهي التنمر وكلام المجتمع، الكلام المؤذي، كيف توصفي لي شو في خلف هالخصل؟ بشاعة مخفية. إيه أنا بشعة. العالم هيك عملت فيي، هيك خلوني أنا أحس حالي وهيك أنا صير. شو يعني امرأة بشعة؟ مش حلوة. شو يعني امرأة مش حلوة؟ وجهها مش حلو. شو ما اللي عندي كل مواصفات الجمال أنا. شو هني مواصفات الجمال؟ على القليلة وجه كامل، خلقة كاملة. ما في. بشاعة بس. في نص وجه. طيب كيف توصفي لي النص اللي عم نشوفه؟ شي حلو. مين قال لك؟ سؤال صعب. طيب مين قال لك؟ بحس هاي الميلة أحلى من هاي الميلة، والكل هيك حيحس والكل هيك بيشوف. مين قال لك؟ كل العالم. مين قال لك انه النص الظاهر هو نص حلو؟ أصحابي الوهميين يلي هن بس على السوشيال ميديا، يلي ما بيعرفوا غير هيدا النص. بس بالنسبة إلك شو؟ شو بدي بالأصحاب؟ بالنسبة إلك شو؟ النص الظاهر شو؟ حلو. أنت مقتنعة؟ الناس كيف بتشوفه؟ بيقولوا حلو. النص الظاهر. ايه. طيب برأيك أنت مش لأنك أنت بتشوفيه حلو عم بتخلي الناس تشوفه حلو؟ سؤال صعب. لأنه أنا عم خبي عليهم هيدا الشيء. أنا ماني متصالحة مع هاي المال. بس أنت متصالحة مع هالمال. إيه. وهالمال متصالحة معها بتشوفيها حلوة. طيب إذا تصالحتي مع هالمال؟ مستحيل. ما عم بتقبل. انجبرت أوصل لهون. وتقولي أني مين؟ شو يعني امرأة عايشة بعزلة ومعزولة؟ عم قضيها بالبيت، ما عم بطلع. ساجنة حالك داخل المنزل؟ إيه. حاولتي تكسري هذه العزلة؟ حاولتي تواجهي الناس؟ حاولت روح أقدم على شغل. حاولتي تكسري العزلة من خلال تروحي تفتشي عن عمل؟ صح. بس ما مشي الحال. شو يعني ما مشي الحال؟ حتى اختصاصي ما قدرت أتوظف فيه لأنه العالم بتخاف. العالم أول ما تفوت على محل بيكون حاطط إنه بده موظفة، بس تفوت تقدم الطلب، بس يشوفك على هيك شكل حيقول لك لا. بخافوا مني، بخافوا من شكلي إنه طفش الزباين. بخافوا من شكلي. أهم شيء يكون شكلك منيح. ما بقى يهمهم أنت شو دارس وأنت شو عامل. أنت حلو، تفضل هلا استلم الشغل. بس بس عم تنسفي الكفاءة. هيدا الواقع. ما أنا هيك صار في، يعني أنا كل اللي قطعت فيهم هيك. عصر السوشيال ميديا يعني والشكل. كرمال يوصفوك لازم الوحدة يكون عندها شفاف، لازم يكون وحدة عندها صدر، لازم يكون عندها مؤخرة، لازم يكون عندها تلبس أحلى تياب وماركات. بس انت هيك عم تنسفي في اليوم في المرأة الكفؤة، المرأة المتعلمة اللي بتوصل بعلمها وبشهاداتها وبشغلها، ليش عم تنسفي عم بتقول اليوم الشكل بيلعب دور أساسي بسوق العمل؟ كلهم صاروا هيك. ما فيك بقى تحدد مين عم يشتغل بتعبه ومين ما عم كلهم هيك. رح ارجع على سوق العمل، اليوم الشكل فقط او يمكن الاختصاص اللي اني عملته
لا يتناسب اليوم مع سوق العمل؟ أنا اختصاصي تربية حضانية، يعني أنا بحب الأولاد، بس كمان من ورا شكلي ما قادرة أكون معهم، ما قادرة أتوظف بهالاختصاص، الأولاد بتخاف مني. عم تحكيني أنت اختصاصي تربية حضانة للأطفال، كيف تتذكري طفولة أني بالمدرسة؟ ما عشت الطفولة، ما كان في رفقة، ما كان في شيء أبدا، كله تنمر بس وعزلة، ضل حالي بالملعب وين ما أكون، ما حدا بيحكي معي كان. شو كان دور الأهل بدعم أني المراهقة والطفل اللي عم تعرض للتنمر؟ رغم إنه ما كنت حسسهم بولا أي شيء عم بيصير معي، بس أمي دايما كانت تكمشني. ففي مرة قالت لي أمي إذا أنت رديتي على العالم حتوقعي كتير. قالت لي إذا أنا حلوة أنت حيقولوا عنك حلوة، وإذا أنا بشعة حيقولوا عنك بشعة، أنت كيف بتشوفيني؟ قلت لها أنت حلوة. قالت لي إيه يعني أنت كمان حلوة. مشان هيك سألتك أنت كيف بتشوفي النص المبين للناس؟ قلتي لي بتشوفي حالك حلوة، قلت لك حكما لما بتشوفي حالك حلوة الناس رح تشوفك حلوة. شو اللي أكثر شيء عم بيأثر فيكي بهاللحظات؟ كل شي تراكم نفسي عشته وضغوطات. شو اللي عم بيطلع هلا على سطح ذاكرتك أنت وعم تحكي بهالقد من الصراحة والوجع والشفافية؟ برجع بقول لك كل شي، لأن كل شي عزلة عبارة عن عزلة، عبارة عن شخص عايش من قلة. بس اليوم عملتي خطوة أساسية، اليوم قلتي لي عملتي خطوة أولى وعم بتواجهي كل العالم اليوم بهذه الخطوة الجبارة. مش هين اللي عم تعمليه اليوم أني. بطلب كتير كتير من كل قلبي إنه الناس اللي مثلي ما تضلها منعزلة، ما تضلها منطوية على حالها. هالشي كتير بيتعب النفسية، كتير بيموت الواحد. والحل إنه الشخص يواجه ويتقبل نفسه كرمال الناس تتقبله، واللي عم تعمليه اليوم خطوة جبارة.